حالة انسداد حول الميزانية في الكونغرس، والنتيجة شلل شبه كلي في الحكومة. أما السبب فهو خلاف كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الرعاية الصحية، وضع لم يعيشه الأمريكيون منذ ما يقارب العقدين، ولا حل في كواليس السياسة الأمريكية ما لم يحتكم الطرفان إلى تسوية دستورية بناء على مقترح من رئاسة مجلس النواب الجمهورية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية. مجلس النواب كان واضحا جدا في موقفه. نعتقد بضرورة تمويل الحكومة وبوجود عدالة لجميع الأمريكيين في الرعاية الصحية لإدارة أوباما، ولأن مجلس الشيوخ مستمر برفض مقترحاتنا. هناك سبيل في الدستور لحل هذه الإشكالية، وهي التوجه إلى مؤتمر للحديث عن خلافاتكم. وإلى حين التوصل لمخرج من أزمة البيت الأبيض والكونغرس، تبدو السوق المالية الأمريكية رهينة المخاوف من الجمود السياسي الذي تسبب بانخفاض مؤشراتها، لكن بعض المحللين الاقتصاديين توقعوا ألا يمس الاقتصاد الأمريكي أضرار معتبرة إلا في حال استمرار الشلل الحكومي أياما معدودة. وفي الوقت الذي أحيل فيه حوالي 800 ألف عامل فيدرالي إلى إجازة غير مدفوعة، بقيت بعض الأجزاء المهمة في الحكومة تحت الخدمة كالجيش والملاحة الجوية. أما على الصعيد الخارجي فهناك مخاوف أيضا من أن العطسة الأمريكية قد تصيب العالم بالزكام، فقد اعتبر رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن شلل الميزانية في الولايات المتحدة يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بدول الجنوب، بينما حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن عجز الولايات المتحدة عن ترتيب خطط إنفاقها وتقليص عجزها سيشكل خطرا على الاقتصاد العالمي برمته. أما الأسواق المالية الأوروبية فقد استفاقت على ارتفاع نسبي في مؤشراتها بعد انخفاض شهدته في اليوم السابق للشلل الحكومي الأمريكي، حيث يسود اعتقاد لدى عدد من المراقبين للأزمة الأمريكية أن الديمقراطيين والجمهوريين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية حتمية، والدافع هو عدم استعداد أي طرف لتحمل مسؤولية عرقلة جزء من الاقتصاد الأمريكي لفترة طويلة. لكن الأزمة ستبقي وهي مستمرة على تساؤل حول الطرف المستعد في المقابل لدفع تكلفة سياسية باهظة لإنقاذ هذا الاقتصاد الهش على حد وصف رئيس الوزراء البريطاني.